عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله يا ربي تعجبكم. الريسيت متاعنا لليوم كعبات متاع بريوش سالي ياسر بنين وعجينة ياسر خفيفة. ما نطولش عليكم ونتعداو مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. وللعجينة باش نستحقوا 2 كيسان متاع حليب دافي، باش نستحقوا زيدا كيس ماء دافي نفس الكيس هذيك اللي ديما نستعملو. باش ناخذ شطر كيس والا اقل شويه من شطر متاع زيت زيتونه والا نباتي كما تحبوا. باش نحط 2 عظمات، 2 مغارف متاع خميره فوريه ومعاهم مغرفه صغيره متاع سكر. بعد نخلطوا المكونات هذوما الكل مع بعضهم حتى لين يتجانسوا. باش نخلطوا عليهم الفارينه بشويه بشويه، وما تنساوش باش تحطوا الملح مع الفارينه. في اول مرحله باش نحاول نخلط بيدي الفارينه. كما قلت لكم ما نحطوش الفارينه الكميه الكل، بشوي بشويه حتى نشوفوا هكا بدات تشرب، نزيدوا الكميه اللي بعدها ونقعدوا نعجنوا فيها حتى لين تتلم عنا العجينه. نحطوها في الروبو الا نكملوا العجنين متاعها عادي بيدينا، حتى لين تتلم عنا عجينه هكا تكون متماسكه وتبدا تتلصق شويه هكا في اليد. تو في المرحله هذه باش نعاودوا نحطوا الروبو يخدم، وباش نحطوا 2 مغارف كبار متاع زبده تكون طريه بحراره الغرفه، ونكملوا نعجنوها شويه حتى لين تتلم عنا عجينه تكون طريه بالكدا بالكدا. كما قاعدين تشوفوا هكا نتحصلوا على التكستور هذه. نخليوها تخمر في عقلها، نغطيوها خليوها على جنب. حبيت نقولكم على كميه الفارينه تقريبا خذت لي بين 700 و 750 غرام. فوالا هكا التكستور. من بعد ما خمرت نحيو لها الغاز نتاعها، نحطوها على البلان دو طرافاي ونقسموها لكويرات هكا صغار. بعد ما قسمت العجينه نتاعي هوني باش نحضر الفارس نتاع الفرماج. خذيت هوني فرماج التختيني اي نوع تحبوا، تنجموا زيد تحطوا حتى فاش كيري كان تحبوا. حطيت لها شويه موتزاريلا شويه فلفل اكحل، وباش نبدا نحل في القراص نتاع العجينه نتاعي. نحلوها كما قاعدين تشوفوا، تبدا هكا مستطيله تريف، ونحطوا فيها الفارس نتاعنا. وبعد باش نسكر على الفارس كيما هكا ونروليها بالكدا، ونحاول نسكر الجناب بالكدا كما قاعدين نشوفوا باش الفارس نتاعي نتاع الفرماج ما يتحليش وقت لا كويسون. ومن بعد باش ناخذ البودان هذيك اللي عملته نحاول نروليه هكا شويه، وباش نسكروا كيما الظفره. نحاول هكا نظفروا كيما الظفره باش نعملوا كالشكل المزيان نتاع الدوره. بعد نكمل البغيوش نتاعي الكل، نحطه في الطبق اللي باش ندخلوه للفور باش نخليهم يزيدوا يخمروا شويه تقريبا 15 ولا 20 دقيقه. نغطيهم مليح. بعد ما خمروا حضرتوني شويه زبده ذايبه في صحفه، حطيت فيها شويه معدنوس وشويه ثوم هكا برشته جويد، وباش نحاول نغطي به السيرفاس الكل من الفوق نتاع البريوش نتاعي. كما قاعدين تشوفوا هذوما البريوش نتاعي الكل حطيت لهم من الفوق الدورور ودخلتهم للفور على درجه 180 حتى لين نحمروا من الفوق ومن اللوطه. تقريبا خذوا لي هكاك 25 دقيقه. شوفوا ما شاء الله كيفاش جات العجينه ياسر بالحق ناجحه. وهوني بعد ما تفاو شويه حبيت نوريكم واحده قصيتها قدامكم. بالحق ما شاء الله جات العجينه ياسر ناجحه. شوفوا كيف اني من الداخل الفرماج زيدا بنين برشا اللي حطيته في الفاغس، كيف زيدا الدقيق اللي عملتها بالمعدنوس والثوم زيدا زادوا بنا على بنا. حاسيلو ما نحكي لكمش بالحق روسيت ناجحه برشا. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم. وتوصلنا نهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنساوش باش ترجعوا لي كن جربتوها على الكونت انستغرام تاعي. نفرح برشا كيف يجوني لي روتور نتاعكم. ان شاء الله نحط لكم اللين في الباغ دانفو تحت الفيديو. وتو ما بقى كان خليكم في امان الله وحفظوا.